هي صوت الحرية الصارخ بأوجاع الوطن، هي محرضة سياسية شعبية أكثر منها مطربة، هي بهية بكل آلامها، هي الفنانة عزة بلبع. كان أول لقاء بين عزة بلبع والثنائي إمام ونجم في حفل خاص في مدينة الأسكندرية. كانت عزة مولعة بالغناء وقد التحقت بالثنائي بعد زواجها من الفاجومي، وانتهت بطلاقها، وفي أثناء هذه الفترة تم اعتقالها 3 مرات في عام 78 و79 وعام 81. دخلت القناطر وسجن شبين الكوم وحجز أمن الدولة. كافحت وناضلت من أجل مصر وحرية الرأي وحرية الفن المعارض. لها جولات غنائية في أوروبا ولبنان والعديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون. عزة بلبع في إذاعة المحروسة على حيطة الزنزانة. مصر ولادة وفيها الطلق والعادة، هتفضل شمسها طلع برغم القلعة والزنازير. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، في جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبوع يا مصر. صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، في جناين مصر. صباح العندليب يشتي بألحان السبوع يا مصر، السبوع يا مصر. صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة، صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة. صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب